المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتيان، سهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للغذاء واليوم الدولي لمحاربة الفقر في أسمرة. مواطنو مديرية تسنة ينتخبون مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيون بها. المزارع تصل إلى مرحلة الحصاد بمديرية مندفرة. الفيضانات تحرم 10 ملايين طفل في غرب أفريقيا ووسطها من التعليم. وزير الدفاع الروسي يجري محادثات جوهرية في الصين. ووزير الخارجية الهندي في زيارة نادرة لباكستان ويلتقي برئيس الوزراء شريف. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أحيت وزارة الزراعة اليوم 16 من أكتوبر في العاصمة أسمر اليوم العالمي للغذاء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج التنمية التابعين للأمم المتحدة تحت شعار حق الغذاء لحياة ومستقبل أفضل، إلى جانب اليوم العالمي لمحاربة الفقر تحت شعار العمالة للتطور ومحاربة الفقر. وأوضح وزير الزراعة السيد رفعين برهي في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي حضره الوزراء وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة ومسؤولي المنظمات الأممية وأعضاء السلك الدبلوماسي بالإضافة إلى المزارعين المثاليين أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية تعمل على استراتيجية تمتد من عام 2022 وحتى العام 2031 لضمان محاصيل أفضل وغذاء أفضل وبيئة أفضل لعيش حياة مثالية. كما تعمل وزارة الزراعة وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية من 2024 وحتى 2028 لضمان غذاء متكامل للجميع في جميع الأماكن. وأضاف أن الجهود التي بذلت من قبل الحكومة والمزارعين بالإضافة إلى موسم الأمطار الجيد يبشران بإنتاج وفير. وأفاد ممثل منظمة الغذاء والزراعة المؤقت في إريتريا السيد محمد أوداهر أن 733 مليون نسمة يعانون من الجوع بالرغم من استطاعة مزارعي العالم على توفير الغذاء الكافي. وضمن مسيرة عدم التوازن الذي نعيشه يجب على جميع الجهات المختصة في هذا الشأن لإصدار قرارات تعمل على خفض الإسراف الزائد للغذاء بتبديلها بالأغذية المتنوعة لضمان حق الغذاء الإنساني اللازم. وشهد ممثل برامج التنموية التابع للأمم المتحدة في إريتريا السيد بالامين بياي بالجهود التي تبذلها الحكومة الإريترية لمحاربة الفقر على أساس الاستراتيجية الوطنية المتمركزة على ضمان العدالة الاجتماعية المستدامة التي تعمل عليها بجد وتفاني، مشيرا إلى أن النزاعات الجيوسياسية والتغيرات المناخية شكلت ضغطا على الزراعة والاكتفاء الغذائي بالإضافة إلى المعاناة التي يعيشها شعوب الدول الفقيرة وتلك التي توجد في مرحلة النمو. وأوضح منسق المنظمات الأممية المكلفة في إريتريا السيد كيتا أوفاتش في كلمته أن إريتريا تتفوق على نظيراتها من الدول باتخاذها لعدد من الخطوات الإيجابية التي تعمل على رفع المحصول والإنتاجية واتباع الأساليب الزراعية المدروسة والحديثة والتفوق في الاستفادة بتقنيات الري الحديثة بالإضافة إلى تشجيع المزارعين ورعايتهم. وقدم في المناسبة معرض صور لاستعراض الأوضاع الزراعية بالبلاد، كما وزعت جوائز للفائزين في منافسات كرة القدم التي نظمت بتلك المناسبة. انتخب مواطنو مديرية تسنة مدراء 11 ضاحية والمدراء التنفيذيون بها من 9 وحتى 13 من أكتوبر الجاري. أفاد مدير مديرية تسنة السيد سيوم قبريسوس أن الانتخابات أجريت في إدارات ضواحي علي قدر و13 وستمو وإنجحاي وعد عمر وأحياء الشعب وسبتمبر والعدالة والثورة وفانكو وضاحية سلام بمشاركة واسعة للمواطنين. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تبذل لتحسين الخدمات الإدارية وتوسيع المشاركة الاجتماعية لتعزيز البرامج التنموية المنشودة. وذكر أنه قد نظمت أنشطة تنويرية وتوعوية من 5 وحتى 7 من الشهر الجاري حول الانتخابات، موصيا المنتخبين على تقديم خدمات جيدة للمواطن والشعب بكل تفاني وإخلاص.
وناشد المشاركون الإدارات على الحرص على فترة خدمة المدراء المنتخبين. ناشد مسؤول الزراعة بمديرية مندفر السيد برخت تخلص اللاس المزارعين على التسارع في حصد مزارعهم. وأفاد السيد برخت أنه قد سجلت نسبة هطول أمطار وصلت إلى أكثر من 1020 ملم خلال الثلاثة أشهر الصيفية. وأضاف أن مزارعي المديرية تمكنوا من زراعة 13 ألف هكتار، زرع 76% منها بالذرة والباقي بالبقوليات والبذور الزيتية، مؤكدا على وصول أغلبها إلى مرحلة الحصاد. وأوضح السيد برخت عدم حدوث أي أضرار على المزارع وعلى البنية التحتية الزراعية جراء الأمطار والآفات الحشرية. كما تم توزيع صنف من القمح المميز ل 49 مزارعا مثاليا للتكاثر، موضحا بأن 55 خزانا والحواجز المائية المتوفرة بالمديرية تمكنت من تجميع كمية كافية من مياه الأمطار، بالإضافة إلى تحسن مناطق الرعي. وأوصى المزارع المثالي تسفاي مبرهة الذي يعمل في تنمية بذور القمح المحسن الجهات المختصة على تقديم الدعم الآلي لهم للاستفادة من المحاصيل الجيدة في المزارع. وذكر السيد برخت في الختام أنه قد سجلت أعلى نسبة هطول للأمطار في شهر أغسطس من هذا العام التي فاقت 137 ملم بمدينة مندفر وضواحيها فقط. أفاد مكتب التعليم في إقليم عنسبة بأن نسبة تغطية برنامج التعليم الكبار في الإقليم بلغت 73%. وأوضح المكتب في التقييم الذي أجراه في كرن يومي 11 و12 من أكتوبر عن الأنشطة المنفذة من عام 2020 إلى عام 2024 أن البرنامج يتم تنفيذه في جميع المديريات بوسائل تعليم الكبار وعريوت والتعليم المسائي. وذكر التقرير المقدم أن برنامج تعليم الكبار ينفذ بجدية في المدن والريف. وتم التوضيح في التقييم إقامة نقاط تعليمية منتظمة واحدة في كل من مديريات هبرة وحقات وحمل مالو، ونقطتين تعليميتين في أسماط. وأوضح مكتب التعليم في الإقليم أن أبرز التحديات هي نقص الكتب وبعد القرى عن المؤسسات التعليمية وانخفاض وعي الطلاب وأولياء الأمور وعدم ملائمة الفصول الدراسية. وحث المشاركون بدورهم على تكثيف أنشطة التوعية وتقوية المكتبات العامة في الريف. وقال المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام السيد جبرزجي دمام إن إقليم عنسبة حقق تقدما جيدا في إيصال التعليم ومحو الأمية. دعا مسؤول إدارة ونظافة البيئة السيد ملو برهان قبرهنس إلى المشاركة الشعبية الفاعلة للتخلص من الجيد من النفايات. وقال في مقابلة مع إرنا إن أكبر ملوثات البيئة والمياه والهواء والتربة سببها الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية. وأوضح بأن إحراق النفايات يتسبب بأضرار صحية على الإنسان إذا كان فيه مواد سامة، لذلك يتوجب رمي النفايات في الحاويات المخصصة لها بدل إحراقها. وذكر بأن 70% من النفايات تتعفن ويمكن استخدامها في السماد الطبيعي، وأن إدارة النفايات التي تم إدخالها في مديرية أبا شاول يساعد في ذلك. وأكد بأن أريتريا من أول الدول الأفريقية التي أعلنت حظر الأكياس البلاستيكية عام 2004 بمرسوم قانوني، وقد انخفض استخدام الأكياس البلاستيكية حينها، لكن استخدامه يتوسع حاليا ويتطلب العمل لمحاربته. وأشار إلى تنظيم دورات تدريبية توعوية لمواطني الإقليم الأوسط للتخلص الجيد من النفايات. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء المحلية. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. حذرت منظمة من أن 10 ملايين طفل محرومين من التعليم في غرب أفريقيا ووسطها بسبب الفيضانات الضخمة التي اجتاحت المنطقة. وطالبت المنظمة غير الحكومية في بيان بتقديم بدائل عاجلة للأطفال المحرومين من المدارس والعمل على تعزيز حماية المؤسسات التعليمية من الظواهر المناخية المتطرفة في المستقبل.
وأضاف البيان أن الفيضانات شردت حوالي 1,000,000 شخص، ومنذ بداية موسم الأمطار هطلت أمطار غزيرة على مناطق واسعة في غرب أفريقيا ووسطها، ما تسبب بحدوث فيضانات وسيول خلفت مئات القتلى وشردت مئات الآلاف في تشاد ونيجيريا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا والكاميرون. وألحقت هذه الأمطار أضرارا بملايين الأشخاص، وتسببت في خسائر جسيمة في البنى التحتية والمحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية، وزادت من مخاطر الإصابة بأمراض معدية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي. أجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيليسوف محادثات وصفت بالجوهرية مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانغ يو تشيا، وأنهما اتفقا على الحاجة إلى تعزيز العلاقات. ولم يكشف وزير الدفاع الروسي عن ماهية تلك المحادثات الجوهرية، مكتفيا بالقول إن الهدف يتركز الآن على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين. وكان وزير الدفاع الروسي أندري بليسوف أكد خلال لقائه نظيره الصيني دونغ غون في بكين أن التعاون العسكري بين روسيا والصين عامل مهم في الحفاظ على الاستقرار الدولي بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية. بدوره أشار وزير الدفاع الصيني إلى رغبة البلدين المشتركة في تطوير التعاون العسكري الثنائي، مشيدا بعلاقات الصداقة المتينة بين البلدين. وصل وزير الخارجية الهندي سوبرهامانيام جيشانكار إلى باكستان يوم الثلاثاء لحضور اجتماع حكومات منظمة شنغهاي للتعاون. ومر ما يقرب من عقد من الزمن منذ أن قام وزير خارجية الهند بزيارة باكستان وسط علاقات فاترة بين القوتين النوويتين. وتصافح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وجيشانكار وتبادلا الحديث لفترة وجيزة، بينما كان شريف يرحب بقادة منظمة شنغهاي للتعاون. وارتفعت حالة التأهب للتهديد في الدولة الواقعة في جنوب آسيا قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون، خاصة بعد مقتل مهندسين صينيين ومقتل 21 من عمال المناجم بالرصاص في أكتوبر. ألقت شركة الخطوط الجوية الإيرانية رحلاتها إلى أوروبا، وذلك بعد ساعات من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على طهران. وأرسلت شركة الخطوط الجوية الإيرانية رسائل نصية قصيرة لإلغاء جميع الرحلات المتجهة إلى أوروبا بعد ساعات من إعلان العقوبات الأوروبية الجديدة على طهران. وأبلغ الركاب بأن قرار الإلغاء مرتبط بقرار الكتلة في بروكسل. وأضاف الاتحاد الأوروبي 3 شركات طيران إيرانية، إيران للطيران ومهان وسها، إلى قائمته مع فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات إيرانية. واستهدفت العقوبات الشركات والأفراد المشاركين في برنامج نقل الصواريخ الجوية من خلال بناء وتوريد ونقل الطائرات بدون طيار والأجزاء المستخدمة في صيانتها إلى روسيا. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للغذاء واليوم الدولي لمحاربة الفقر في أسمرة. مواطنو مديرية تسنية ينتخبون مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين. المزارع تصل إلى مرحلة الحصاد بمديرية مندفرة. الفيضانات تحرم 10 ملايين طفل في غرب أفريقيا ووسطها من التعليم. وزير الدفاع الروسي يجري محادثات جوهرية في الصين. ووزير الخارجية الهندي في زيارة نادرة لباكستان ويلتقي برئيس الوزراء شريف. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.